محامي الجماعات الاسلاميه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ممدوح. اهلا وسهلا. السلام عليكم. راي حضرتك في هذا التعديل الوزاري؟ والله حقيقة التعديل الوزاري خيب الامال في بعض الاجراءات حقيقه يعني. ليه؟ وخاصه انا كنت اتمنى وزاره الاعلام يتم فيها تغيير وما يتعلق بتعيين الدكتور الاستاذ المستشار حاتم بجاتو له موقف وشارك في تضييع اراده الشعب في مؤامره حل مجلس الشعب عبر المحكمه الدستوريه. فالرجل شارك في اهدار مليار و600 مليون جنيه انتخابات مجلس الشعب تم الصرف عليها. شارك في اهدار اراده 32 مليون مصري. فلا اعرف سببا لاختيار شخصيه شاركت في هذه المؤامره التي سوف يذكرها التاريخ ولن ينساها ابدا. هل تعتقد انه سبب اختياره له علاقه بانتخابات الرئاسه، بالاشراف عليها، البعض حتى قال انه صمت بعكس تهاني الجبالي لما تم تخفيض عدد قضاة هذه المحكمة الدستورية؟ الوحيد الذي أكثر الصامتين كان المستشار حاتم بجاتو، بعكس مثلا تهاني الجبالي التي تحدثت، أو المستشارة تهاني الجبالي مع احترام للجميع تحدثت للكل وأبدت اعتراضها. هل صمته إلى جانب مشاركته في هذه الانتخابات، إلى جانب ما قيل عن أنه باعتبار رئيس هيئة المفوضين انه في تسريبات لتقرير هيئة المفوضين بيقول انه ما ينطبق على مجلس الشعب وكان سبب في حله لا ينطبق على مجلس الشورى، ودي كانت ممكن تبقى احد الاسباب؟ هل كل هذه الامور تراها سبب في الاختيار ام ايه السبب من وجهة نظر حضرتك؟ لا اعتقد هذه الاسباب، لان تقريرات المفوضين في اساس القانون يعلموا ان الاشكاليه اللي كانت موجوده في متعلق بقانون الانتخابات وطلب مجلس الشعب، الاشكاليه تم تحصينها دستوريا بالنسبه لمجلس الشورى وهم يعلمون القانون جيدا في هذه النقطه لكن انا اعتقد ان تعيين الدكتور او مستشار حاتم بجاتو هو نوع من التوافقات اللي تحدثها الدوله مع بعض الرموز اللي تجيب مواقف مغايره من الثوره ومن التغيير، ونوع من انواع التريح السياسي في الحاله السياسيه. وهو اعتقد اجتهاد سياسي خاطئ من الذين اختاروه، لان هذه الدوله جاءت باختيار شعب. هذا الشعب قام بثوره، هذا الشعب عندما قام بثوره كان يريد التغيير في كل مجالات الحياه ويريد ابعاد الوجوه القديمه عن مجالات الحياه السياسيه. شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل محامي الجماعات الاسلاميه.